هم الإخوان العرب على نوعين من الشيعة. في الشيعي جاهل وبسيط وعامي وتنطلي عليه كل هذه الحيل والألاعيب، ثم هو واقع تحت تأثير تنويم مغناطيسي. الحسينيات هذه، كل الحسينيات من دون استثناء هي مراكز للتنويم المغناطيسي. يجتمعون فيها ويأتون بأفضل من يجيد الأصوات جميلة، والرواية الأصوات جميلة والمقامات العراقية الحلوة، الطور العراقي الحلو، ويجعله يبكي. لأن هذا الدكتور هذا يخاطب الغريزة ولا يخاطب العقل. هنا يخرج هذا الرجل وهو منوم تنويم مغناطيسي. ولذلك هل ممكن إنسان عنده ذرة من عقل أو إحساس أو منطق يقوم في يوم عاشوراء معه سيف أو قامة ثم يضرب نفسه حتى يسيل الدم، أو يأخذ هذه الزناجيل ويضرب بها على ظهره حتى يصبح ظهره أحمر كأنه رئة أو كأنه كبد؟ أي عقل دين؟ هذا الرجل هل هذا وقع؟ هو جاهل ووقع تحت تأثير تنويم مغناطيسي في الحسينيات. الحسينيات هي مراكز للتنويم المغناطيسي. هذا الرجل اللي بيخرج يضرب نفسه بالزناجيل وبالحديد، ويجي ويدفع ماله، خمس ماله، ويدفع دمه قبل. شفت؟ أول شيء يضرب نفسه ويدفع ماله، المال، وليس فيه دليل واحد من كتاب الله على قضية الخمس. والخمس ما هم مثل الزكاة في الأموال التي تنمو. الخمس لا، في أصل المال، في كل شيء حتى الخيط والمخيط يدفع الخمس أجلك الله حتى على الحذاء اللي يلبسه، على الحذاء الذي يلبسه، وعلى بيته، وعلى سيارته، وعلى سنارته اللي يصيد بها السمك، وعلى الشبكة لازم يدفع خمسها. يدفع الخمس على كل شيء، وهذا ليس في كتاب الله. فهو واقع تحت تأثير تنويم مغناطيسي يجرى عليه، ولا ينقطع. اليوم مولد، غدا وفاة، بكرة مولد، ولا تنقطع المناسبات على طول السنة. تجد في الشهر 5 6 7 مناسبات، كل أسبوع مرتين 3. هذا مولد الإمام الرضا، وفاة الإمام الكاظم العسكري بعدين، ومولد فاطمة، وفاة الحسن. وتجد المناسبات هنا. هذا المسكين واقع. المثقفين ليس لهم، العلماء الذين يرتبطون بالحوزات لا يمكن أن، لابد أن يسيرون في ركاب المراجع في قم والنجف. نعم. وإلا لا بورقة واحدة حجمها مثل حجم يدك يكتب المرجع: فلان ابن فلان حجة الإسلام في الكويت لا يمثلنا في استلام الخمس، ولا تبرأ ذمة المقلدين إذا سلموه الخمس. يسقط هذا، يروح يشحذ عند المساجد. نعم. ينتهي. ولذلك يستميت في تأييد هذه العقائد الخرافية. المثقفين الشيعة اللي موجودين في المناطق الشيعية العربية، فيه ناس لهم أطماع سياسية مثل اللي في الأحزاب في العراق وفي البحرين، ولن تدعمهم إيران إلا إذا ساروا في ركابها. فيه ناس عقلاء من الشيعة الآن منتبهين في العراق وفي البحرين وفي السعودية وفي لبنان. أصبح في وعي. في نعم. فيه في لبنان مجموعة الشيعية واعية. هل هي تقصد التيار الحر مثلا الشيعي؟ تيار حر، تيار فاهمين اللعبة الإيرانية. والسيد محمد حسين فضل الله ومحمد مهدي شمس الدين كانوا يحذرون الشيعة في لبنان، يقولون أنكم إذا مشيتم في ركاب إيران فإنكم تقودون الشيعة إلى الهاوية، لأنكم ليس لكم إذا كان لكم مشروع يخالف مشروع الأكثرية السنية في بلادكم فإنكم ستتواجهون مع السنة، وأنتم بالنسبة للسنة لا شيء في العدد. السنة العرب بس، المسلمين السنة العرب 300 مليون، الشيعة لا يتجاوزون 15 مليون، هم أقلية. طيب كيف تجيب 15 مليون تبي تواجه وتحارب وتفرض أجندة؟ ولذلك الآن الذي يمارس حسن نصر الله وقد كان لي حلقة في قناة وصال
بعنوان سقوط الشاطر حسن. الثورة السورية أسقطت حزب الله وأسقطت حسن نصر الله، فلم يعد له قيمة ولا مكانة في العالم الإسلامي كله بعد أن قام بالقمع. نعم. وكان أفراد حزب الله مع الشبيحة، وكان كثير من الشبيحة يسخرون الشباب السوري، واعترف بعضهم من أعضاء حزب الله ومن الحرس الثوري الإيراني اعترفوا بأنهم إيرانيين، وأعضاء حزب الله اعترفوا، أمسك بهم بعض الشباب الثوريين في سوريا واعترافاتهم مسجلة. على فكرة شيخ عمر، يعني تصور اللي ضرب الست نساء والأطفال بالقنابل وبالمدافع هم إيرانيين، هم من الحرس الثوري. هذا لا، يعني لهذه المستوى غير مستبعد. أنا أعطيك مثل واحد. هم يقولون نحن نريد حزب الله يريد تحرير فلسطين. طيب حزب الله الذي يريد تحرير فلسطين من الصهاينة كان له دور كبير مع النظام السوري البعثي العفلقي في ضرب الوجود الفلسطيني في فلسطين. نعم. ضرب الوجود الفلسطيني في تل الزعتر 76، ضرب عام 82، ضرب 86. 86 كانت حركة أمل وحزب الله متحالفين على ضرب الوجود الفلسطيني من بالمخيمة. قتل صبرا وشتيلة من ذابهم أمل. نعم، يعني هذه قضية معروفة. طيب الفلسطينيين في العراق كان أعضاء حزب الله يشاركون مع منظمة بدر ومع الصدريين في التطهير الطائفي في بغداد وفي التطهير الطائفي في البصرة. الذي يطرد الفلسطينيين من بغداد ويطردهم من بيروت ويطردهم من مخيماتهم لاجئين، هل هذا الرجل وهل هذا الفكر وهل هذا المبدأ يريد تحرير فلسطين؟ مستحيل. إنه يريد قتل. أنا أضيف لك من الشعر بيت، يعني حتى مثلا حصار غزة، ولما يعني ضربت إسرائيل غزة، إيران ركبت الموجة وادعت أنها تقدم يعني دعم وخدمات وإغاثة، والحقيقة لم تقدم. أنا كان معي ضيف من الأخوان الفلسطينيين يقول والله لم تقدم إيران ولا حتى ورقة، لكن عملت بروباغندا. صحيح، سمعت؟ إيران جيدة في تجيير جهود الآخرين لها، وبالتالي هي تأخذ هذا الشكل. لكن يقول الحكيم لا تستطيع أن تكذب على كل الناس. صحيح. كل الوقت طبعا الفلسطينيين. ولذلك حماس نعم. الآن نزل من هذا المركب، قفزوا من مركب حزب الله وإيران لأنهم رأوا أن مشروع إيران في الشام يغرق، وأن الشباب السوري الذي يهتف ويحرق الأعلام الإيرانية وأعلام حزب الله وصور حسن نصر الله، هذا الآن يقلب الطاولة على إيران وعلى حزب الله. ولذلك الإخوان، وكان الإخوان أن شهادة لله أن الإخوان في حماس أنهم اضطروا إلى قبول دعم إيران المالي كالمضطر للأكل من الميتة أو من لحم الخنزير.